كم مرة ممكن الواحد يبقى عاوز يقرأ قرآن والمصحف قدامه وما عندوش موانع، يعني ما فيش حاجة شغلاه ولا أي حاجة. خلي بالك، أنا ما بقولكش مش عاوز يقرأ، عاوز يقرأ وإيده ما تتمدش تفتح المصحف. دي آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. أنت لو قعدت تفكر فيها، هو إيه اللي منعك؟ فكرة إن إحنا عندنا مباح في الشرع مش معناها إنه يتعمل. بتبقى البنت مثلا لو هي متدينة من قبل الجواز، يعني متعودة على عبادات بقى معينة، تتجوز طبعا تلاقي فجأة كده إيه، الدنيا أيوة. ضلمت في وشها. بيت وتنظيف وغسيل وطبخ، فبيكون الرد دايما ايه؟ هو انت اللي مفهومك عن العباده غلط، انت انتقلت من لون من الوان العبادات للون اخر من الوان ان الله يحب معالي الامور واشرافها ويكره سفسافها. فاي واحد منغمس في التفاهه هو منغمس فيما يكرهه الله عز وجل. 5 ساعات ولا 6 ساعات عمال تسكرول على الفيسبوك وتقول انا بروح عن قلبي. لا، روح. يعني بتروح عن قلبك. روح يا قلبي. فلا، انت ما بتروحش عن قلبك، انت بتهرج. الحلقة اللي فاتت الحمد لله كان بدأنا سلسلة لازم تتحرر. فأنا يعني بنصح أي حد طبعا ما شافش الحلقة اللي فاتت إنه يقفل الحلقة دي فورا ويرجع يشوف حلقة الغفلة، فإن هي تعتبر تأسيسية لكل شيء جاي بعد كده. الحلقة اللي فاتت يعني كانت من كتر الصدمات اللي خدناها، وأنا كنت فكر إن أنا بس اللي مصدوم في الحلقة يعني، وكنت قاعد في الحوار يعني أثناء الحوار كنت يعني الموضوع كان مؤلم شوية بالنسبة لي. بس لقيت ان الناس في التعليقات ما شاء الله يعني كله كده يقول لي الناس كله مصدوم. كله متعاطف معايا وان انا مش غريب يعني كله مصدوم ودي حاجه ايجابيه جدا يعني. انا بحب قوي الحلقات اللي بتفوق، اللي هي بتغير المفهوم، لان زي ما نقول السلوك مرآة الفكر. فلو الفكر اتغير، لو الواحد حصل عنده شيء من اليقظه او الوعي، آه، السلوك بقى خلاص بيبقى عارف بعد كده هو دي بدايه التغيير، بدايه الطريق يعني. خليني اقول لك حاجه. لما ابتديت دعوه كان هدف عندي الكلمه اللي انت قلتها دي بالظبط. يعني انا كنت داخل دعوه علشان يعني احدث تغييرا ما، بس يعني وعلشان كده يعني صدقا، يعني وانا ده كتبته على الصفحه بتاعتي في الفيسبوك. مم. انا طبعا لقيت تعليقات ايجابيه كتير جدا، وتعليقات يعني انا ما توقعتش ان ده يعني يعني مش حابب اذكر. انما كان اكتر تعليقات محببه لقلبي وقريبه لقلبي لما حد بس يبعت يقول غيرت تفكيري. اه ايوه. او دي كانت نقطه تحول، او انا ابتديت افكر في الوقت بمنظور مختلف. بالظبط. كنت بحس ان يعني خلاص هو الرساله وصلت الحمد لله. يعني زي ما انت بتقول بالظبط. يعني ان الواحد يحدث تغييرا ما داخل اي بني ادم، آه، كده يبقى الرساله وصلت. الحمد لله. وده الحمد اللي يعني لله. احنا برضو الحمد لله يعني بنحاول نستهدفه كويس جدا في بودكاست هنا، فاهم؟ حتى من اول اختيار الاسم يعني مم. فاهم ان انا عايز احدث تغيير فعلا في الفكر يعني. عشان ما بنطولش، احنا ان شاء الله هنكمل دي الحلقه الثانيه من السلسله، هنتكلم عن التفاهم.